السلام عليكم البنات، معكم اختكم خديجه من قناه شهيوات مع خديجه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم غنتقاسم معكم الطريقه ديال التحضير ديال الاجنحه ديال الدجاج في الفرن بواحد التتبيله اللي كتعطي المذاق خيالي البنات. الاجنحه ديالنا وكتعطيهم واحد الطعم يا سلام. وكنرافقوا الاجنحه ديالنا بواحد القطع ديال البطاطا اللي كنديروا لها حتى هي واحد التتبيله كتعطيها واحد المذاق يا سلام. وواحد السلطه اللي كتكون ديال البربه. وهنايا البنات كنتمنى اللي شافت لا فيديو ديالي الاول خطرات تشارك وتضغط على زر الاعجاب باش كيوصلكم كل جديد اللي انا كنحط في القناه ديالي، فضلا وليس امرا. التشجيعات ديالكم هما البنات اللي كيعطيونا كيحفزونا وكنزيدو كنعطيهم العطاء ديالنا. وهنا البنات على بركه الله غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير ديال الاجنحه ديالنا. هنا غادي نديرو التشرموله، كنحتاجو فيها واحد المعلقه ديال الكيتشوب. وهنا غندير واحد المعلقه ديال المطارد بعبرات بالمعلقه الكبيره، معلقه مع مرش. وانا كندير واحد شويه ديال الهريسه، واحد 4 الفصوص ديال الثوم، واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، واحد المعلقه مع مرش ديال الخرقوم، وواحد نص معلقه ديال السكينجبير. وهنا درت واحد شويه ديال الحار ديال الفلفل الحار. وهنا واحد شويه ديال الزعتر، وواحد المعلقه عامره مزيان ديال التحميره. وكنرميو التوابل ديالنا في البول. وكنجيو كنحكو عليهم هذوك 4 الفصوص ديال الثوم. التتبيله يا البنات كتعطي واحد المذاق خيالي للاجنحه ديالنا، غير جربوها راه ما تستغناوش عليها. وواحد نص حامضه اللي كنحيدوا ليها دوك العظومه، وكنعصروا واحد نص حامضه فوق التوابل ديالنا. وكنحركوا الشرموله ديالنا حتى تينسجموا لينا جميع العناصر. وهنا يا البنات عندنا الاجنحه ديال الدجاج ديالنا اللي كنكونوا من طبيعه الحال غسلناهم بالملحه مزيان وكنرقدوهم في الحامض. وكنخليهم حتى تيستقطروا مزيان. وكناخدو اجنحه ديالنا كنفلحوهم بهذه الطريقه هذه اللي موضح لكم في الفيديو. وباش كتدخلوهم ديك الشرموله مزيان للداخل كيتشربوا لينا مزيان باش كيكونوا تيجيو متبلين من الداخل وكيجيو فتيين. وهنايا البنات القياس راه كيبقى على حسب اعداد الاسره ديالكم. انا هنا تقريبا راه استعملت كيلو. والثمن ديالهم البنات راه في المتناول الجميع، تقريبا الثمن ديالهم راه كيكون بواحد 20 درهم الكيلو. وهنا من بعد ما كنفلحوا الاجنحه ديالنا كنحركوهم مزيان حتى تيتبلوا لينا مزيان بهذيك التشرموله. ضروري البنات حركوهم لتحت حتى تتبلوا لكم مزيان الاجنحه ديالكم. هذيك التشرموله كتدخليهم لداخل. وهنايا البنات كنديروا السلوفان على الفم ديال البول ديالنا باش كيتشربوا لينا دوك الاجنحه مزيان، هذوك التشرموله اللي درنا ليهم. وهنايا البنات الا عندكم الوقت ديروها بالليل وخليوها في الثلاجه حتى الغد لي وديروهم للغدا. انا ما وجدتش بالليل، انا نخليها غير واحد نص ساعه وغادي نجيو نديروهم في الصحن ديال الفران باش يطيبوا. وهنايا البنات خدينا واحد الصحن ديال الفران وفرشت ليه ورق الزبده. وهنا الاجنحه ديالنا من بعد ما خليتهم غانا تقريبا غير واحد نص ساعه وجيت درتهم في صحن ديال الفران. الا عندكم البنات وقت ما حدهم كيتعطلوا في الترموله كيجيو بنان كيجيو احسن. وكنستفوا الاجنحه ديالنا على في صحن ديال الفران بهذه الطريقه هذه. وكنستمروا بهذه الطريقه حتى تنستفوا الاجنحه ديالنا مزيان ونرجع معكم. وهنا البنات من بعد ما استفنا الاجنحه ديالنا في الصحن ديال الفران كنصفوهم بهذه الطريقه هذه. كناخذوا هذيك شويه ديال الشرموله اللي تبقات لينا في البول وكنديروا تنضيفوها عليهم من الفوق بهذه الطريقه هذه اللي موضح لكم في الفيديو. وهنا البنات كناخذوا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون وكنديروها من الفوق على الاجنحه ديالنا بهذه الطريقه هذه اللي موضح لكم في الفيديو. وكناخذوا الكاغيط ديال الالومنيوم وكنديروه على فم ديال الصينيه ديالنا كنزيروا عليها مزيان. وكندخلوا الصينيه ديالنا للفران اللي كنكونوا مشعلينه غير من التحت وكتكون العافيه مهيله. راه كياخذ معنا تقريبا واحد نص ساعه راه كيطيبوا. من بعد ما كنحيدهم من الفران كنلقاوهم راه طابوا كنردوهم كنشعلوا عليهم من الفوق باش كياخذوا لينا كيتحمروا لنا وكياخذوا لنا داك اللون المحمر. وكنحيدوا الاجنحه ديالنا من الفران. وهنا البنات من بعد ما طابوا لينا الاجنحه ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. راه ما كياخذوش من الوقت ديالكم بزاف، راه دغيا كيطيبوا واحد نص ساعه راه كيطيبوا. وغادي نجيو باش نقدموهم في الصحن ديال التقديم.
وهنا البنات غادي نجي نوجد معكم بطاطا ديالنا اللي غادي نرافقوا بها الاجنحه ديالنا. كناخذوا واحد الكميله كنديروا فيها بطاطا ديالنا. راه هنا استعملت انا بطاطا صغيره متوفره عندي، الا ما متوفراش عندكم هاد الصغيره هذه يمكن لكم تستعملوا غير الكبيره، تقطعوها قطع يكونوا شويه كبار. وكنضيفوا عليها واحد، تنضيفوا عليها الماء حتى تغطى لينا البطاطا ديالنا، وكندير واحد شويه ديال الملح، وكنديروا البطاطا ديالنا طيب فوق النار. ما كتخليوهاش البنات طيب بزاف، غير كتقيسوها بالسكين كتلقاوها راه طابت من الداخل، كنطفيو عليها. وهنا البنات من بعد ما طابت البطاطا ديالنا، راه كما قلت لكم كنقيسوها بواحد السكين، كنلقاو البطاطا ديالنا راه طابت من الداخل، راه كنطفيو عليها ما كنخليوهاش طيب بزاف. وكنديروها في واحد الشبكه، وغادي نجي نوجد معكم الشرموله اللي غادي نديروها للبطاطا ديالنا. وهنا كناخذوا المقيله وكنديروا فيها الشرموله. كناخذوا واحد المعلقه مع عمراج ديال التحميره مع العبرات بالمعلقه الصغيره، واحد شويه ديال السودانيه، الملحه كتبقى على حسب الذوق، والكمون واحد المعلقه مع عمراج ديال الكمون، وواحد شويه ديال الهريسه، وواحد 3 الفصوص ديال الثوم. وكنحكوا على الشرموله ديالنا الثومه، وكنحكوا الثومه ديالنا في الحكاكه. قياس البنات ديال العطريه كتبقى على القياس ديال البطاطا، شحال درتو انا هاد الكميه هادي هادشي اللي درت ليها ديال العطريه. والقياس كيبقى على عدد افراد ديال الاسره. وكنضيفوا عليهم واحد المعلقه ديال المعدنوس مخلط ما بين المعدنوس والقزبر، معلقه صغيره. وكنضيفوا زيت الزيتون، كنضيف واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، العبارات بالكاس ديال العلبه انا درتو في هذا الكاس هذا. وكنخلطو مزيان هاد وكنحيدوا القشره البطاطا ديالنا وكنديروها فوق الشرموله، وكنديروها تتشحر لينا مزيان، ونحيدوها من فوق البوطه. بالنسبه للبنات اللي استعملت الكميه ديال الاجنحه ديال الدجاج قلال، يمكن لكم البطاطا ديالكم ديروها غير في ديك الشرموله اللي تبقات لكم ديال الاجنحه، وكديروها في الجنب ديال الاجنحه ديالكم وتدخلوا من الفران. وهنا البنات غنتقاسم معكم الطريقه ديال التحضير ديال السلطه ديال البربه. كناخذوا البربه كنقطعوا هاد القطع صغار، وهنا ضفت ليها انا شويه ديال الفكوس، متوفر عندكم الخيار يمكن لكم ديروه. وهنا ضفت عليه واحد شويه ديال الطماطم سوغيز، يمكن لكم تستبدلوها بالطماطم العاديه ديال الشلاضه. وهنا واحد شويه ديال البصله. وهنا واحد شويه ديال المعدنوس. وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، هاد الخل البنات ديال السلطات. وكندير واحد شويه ديال الابزار، واحد راس معلقه ديال الابزار. وكنديروا الملحه كتبقى على حسب الذوق البنات، واحد شويه ديال الملح. وكنضيف واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، لكم تستبدلوها بزيت النباتيه. وكنحركوا مزيان السلطه ديالنا حتى تينسجموا لينا جميع العناصر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا يا البنات. شوف كيجي على هذا الشكل هذا. كناخذوا هذوك جنيحه ديال الدجاج كنديروهم في الوسط، وكندور عليهم هذيك القطع ديال البطاطا بهذه الطريقه هذه. التقديم البنات كيبقى على حسب الاذواق. وشوف البنات الجنيحات ديالنا كيجيو فتيين من الداخل وكيجيو طايبين، راه ما كياخذوش من الوقت ديالنا بزاف، راه دغيا كيطيبوا. وهنا يا البنات هذا الاقتراح لوجبه الغداء يمكن لكم نديروه نهار الحد اللي كيكونوا وليداتنا كيكونوا في الدار، اللي كيكونوا ما قاريينش في الدار، حيت وليداتنا كيحماقوا يا البنات على هاد الجنيحات هادو بهاد الطريقه هادي. وكنرافقوهم بهاد السلطه هادي اللي أنا هنا قدمتها في الصحن ديال التقديم، ودرت عليهم واحد شويه ديال المايونيز من الفوق بهاد الطريقه هادي. راه البنات راه كيكون واحد الغديوه كتكون يا سلام، وكنبدلوا شويه من الروتين ديال الغدا ديالنا. وهنا كيحماقوا عليهم وليداتنا كما قلت لكم. وهنا كنكون وصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير الى فيديو لاحق ان شاء الله.